السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم واكلة ووصفة سهلة. اكلتنا النهاردة هتبقى الكوسة، ودي للناس اللي ما بتحبهاش طبيخ. هنعملها النهاردة بطريقة حلوة قوي. يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول. هنجيب الكوسة وهنعمل فيها خطوط زي ما انتوا شايفين من على القشرة بتاعتها من بره كده، وهنغسلها كويس علشان ساعات بيبقى فيها تراب، وهقطعها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنعملها صوابع رفيعة. نفس الحكاية برضو هنجيب الجزر وهنقشره وهنعمله برضو صوابع بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. معانا هنا فلفل برضو هنقطعه صوابع رفيعة. معانا هنا برضو الطماطم هنقطعها. طبعا كمية الخضار دي انت هتعملي الكمية اللي تناسبك. انا هنا بوريكم من كل حاجة واحدة بس دلوقتي. بعد كده هجيب البصل وهنقطعه برضو بنفس الطريقة. معايا هنا كمان توم هنفرمه فرم ناعم. بعد كده هجيب الوك هحطه على النار وهحط شوية من الزيت، هخليه يسخن كويس قوي. بعد كده هنزل عليه بالبصل على طول، هقلبه على النار شوية صغيرة يدوب بس هيبتدي يدبل. هنزل عليه بالثوم، هقلبهم مع بعض يدوب بس الثوم يبتدي يدبل. هنزل عليهم بالجزر على طول. الجزر طبعا بياخد سوا اكتر، فهو اول حاجة هننزل بيها على البصل. مش هنطول برضو على النار، هنسيبه بس مش هيكمل دقيقة واحدة، وبعد كده هنضيف عليه باقي المكونات. احنا مش عايزين الخضار بتاعنا يستوي خالص، احنا عايزينه على ما نخلص كل الخضار نطفي عليه وهو كله نص سوا. بعد كده هنزل بالفلفل على طول، هديله تقليبة برضو بسيطة كده، مش هطول عليه علشان يفضل محتفظ برضو بلونه وقوامه. بعد كده حطيت عليه قرن فلفل احمر، مش هقطعه علشان ما يخليش الاكل حراق قوي، انا هسيبه سليم زي ما هو كده. بعد كده هنزل بالكوسة على طول، هنقلبها برضو مجرد دقيقتين 3 بس مش اكتر من كده. احنا عايزين الخضار كده ياخد من طعم بعضه والكوسة تتشرب من باقي الخضار اللي احنا حاطينه. وانت شغالة كده بقى بتشمي احلى ريحة بجد. بعد كده هحط معلقة من الملح، رشة من الفلفل الاسود، رشة من الكمون، ورشة من الكزبرة الناعمة، ورشة من البابريكا. هنقلب بقى التوابل مع الخضار كويس قوي. بعد كده هنزل عليهم بالطماطم على طول، هنقلبها بقى شوية مع الخضار، شوية صغيرة برضو مش كتير. احنا عايزين بس الخضار ياخد كده من طعم بعضه. بعد كده الخطوة الأخيرة بقى، ودي اختيارية في التوابل، اللي حابب يحطها يحطها. ده مكعب من مرق الدجاج، وده بصراحة بيديها طعم تحفة جدا، ده اللي بيظبط طعم الخضار معانا. اللي مش بيحبها يشيلها. بعد كده هحط حوالي معلقتين كبار من ورق البقدونس المفروم. دول بقى في الاخر كده هنديها تقلبتين 2 بس، وهنطفي عليها النار. هي كده خلاص بقت تمام معانا. اهم شيء ما نستناش عليها كتير علشان الخضار ما يتهريش. احنا عايزين الخضار يبقى طالع كده نص سوا، مش عايزاه يبقى طري، مش هيبقى حلو خالص لو طري مننا. على طول والخضار سخن مولع كده نغرفه على طول في طبق التقديم. بجد مش عايزة اقول لكم ريحته خطيرة وطعمه حلو قوي في منتهى الجمال. كل حاجة كده لها طعم حلو، الكوسة والجزر الفلفل، كل حاجة حاسة بطعمها لوحده كده مختلف. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، واتمنى تجربوها، وبألف هنا وشفا.